القصة التانية، واحدة بتحب واحد مش عايز يتجوزها ومش عايز يسيبها، وكل ما تقول له انا عايزه نتخطب او نعمل خطوه يقول لها حاضر وطيب. تتخنق، تقرف من طريقته، تسيبه يروح يرجع لها، هنتجوز ما بيتجوزهاش، دايره مغلقه، عمالين يلفوا حوالين بعض. فجم في الاخر حصل خناقه كبيره جدا ما بينهم ما بين بعض. انت عايز مني ايه؟ انت لا عايز تسيبني في حالي ولا عايز تتجوزني؟ يا دي النيله، يا دي العيشه، حرام عليك، خلاص سيبني ابدا من اول وجديد. لا انا مش هسيبك لحد تاني، لا انت مش هتتجوزي حد تاني، انت مراتي انا، انت بتاعتي انا، انت تخصيني انا، اللي هيجي جنبك هشيله من على وش الدنيا، اللي هيجي جنبك همسح اسمه من التاريخ. طب يا عم تعالى اتجوز. طبعا اصل انا الظروف والجوابات. فهي بعتها بتفهم او بتسأل، هو في راجل ممكن يبقى مش عايز يسيب واحدة للدرجات دي ومبقاش بيحبها؟ الله، طب لو بيحبها ما بيتجوزهاش ليه ويبقى عايز بيت يتقفل عليهم؟ خصوصا ان انا واخده بالي من نفسي كويس قوي ومش بخليه يقرب عليا ومحافظه على الحاجه دي جدا، ولا تلمس ايدي ولا مش عارفه ايه ولا بتاع. ازاي في واحد بيحب واحده قوي كده ومتمسك بيها قوي كده وفي نفس الوقت مفيش بيت عايز يجمعهم مع بعض، خصوصا ان هو ماديا مش مرتاح قوي لكن هو يقدر يتجوز؟ في حب اسمه حب الاستخسار. الحب ده احنا بنتحبه وما بنبقاش واخدين بالنا منه، لان احنا كستات او كبنات عندنا ابيض بيحبني، اسود لا ما بيحبنيش، ابيض احنا مع بعض، اسود احنا مش مع بعض. المنطقة الرمادية دي قليل قوي الستات او البنات اللي بيعرفوا يستحملوها. لكن في حب بقى عند الرجالة اسمه حب الاستخسار. انا شايف انها زي القمر، وشايف انها متربية، وشايف انها بنت ناس، شايف انها ناجحة في شغلها، شايف انها حنينة، بتجيب لي هدايا، بترعاني، كريمة معايا وكريمة مع الآخرين، ذكية، شاطرة، خطيرة، فظيعة، تجنن. خلاص أنا شفت كل الحاجات الحلوة دي. فأنا مش عارف هعمل بيها إيه. هل أنا هتجوزها ولا مش هتجوزها؟ أنا الحقيقة مش متأكد. فانا لازم اخليها، لان انا هستخسر ان ابصيها لواحد تاني ياخد الجمال ده كله وياخد الذكاء ده كله وياخد الحلاوه دي كلها وياخد الدماغ دي وياخد الهدايا دي وياخد الحنان ده وياخد الاهتمام ده. انا اولى، الله ما انا اولى. فانا هستخسر، انا بحبها استخسار. عارف بيقولك بياكل استخسار، بياكل اخر ما عنده لاخر زاده بدل ما الاكل يترمي. هو بيحبك بقى الحب ده، هو بيحبك حب الاستخسار، بدل ما الاكل يترمي، بدل ما حضرتك تروحي لواحد تاني وشويه يروح وشويه يجي ولا وما اقدرش استغنى عنك واقعد واعيط انتي حياتي وانتي روحي، انتي مراتي المستقبليه، انتي تجنني، انتي تهبلي، انا ما اقدرش استغنى عنك. واول لما تزنقيني زي الفار في الكورنر ما انا كده لازم افلفص، ما انا كده مش عارف هعمل بيكي ايه، انا مش متاكد ان انا عايزه اتجوزك، عقلي لسه ما ادانيش الاشاره، فاعمل ايه؟ اسيبك شويه وارجع تاني وهكذا. ده استخسار. هو مستخسرك فمش عايز يسيبك لحد تاني، وفي نفس الوقت هو حطك في الاريا او في الحدود بتاعت انا لسه ما خدش القرار ان انا هتجوزها. فهنا نعرف نلوم على الرجاله في الاول، يعني في البدايه اللي هي بدايه العلاقه. ليه؟ لان انا ما بقاش فاهمه هو عايز مني ايه. لكن اول لما اللومه تنور قدامي خلاص، وابقى فاهمه ان هو رايح راجع رايح راجع رايح راجع، ولا جاب دبله ولا قابل امي ولا قابل ابويا ولا خطبني ولا اتجوزني، وعمال بس يلاعبني زي العرايس كده اللي بيسموها عرايس المسرح، انا هنا لازم اخد قرار. يا هتيجي يوم الخميس الجاي تقابل امي وابويا وهتتفق على ان احنا 1 2 3 4، يا بابا انا ما بلعبش اللعبه دي. فانا مش معقوله اصلا هكمل عمري مع واحد مستخسرني، لانه بالبلدي لو بيحبني ايه اللي معطله؟